السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. اللي قدام حضراتكم دي يا جماعة عينة من الصل الأسود. دي كانت أكبر عينة تم تسجيلها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا احنا ماشيين مع الشريط بالملي. لو جينا بصينا لآخر طول الصل هنلاقي هنا بعد الدباغة 180 سنتي العينة دي يا جماعة، وهي حية كان طولها 168 سنتي بالظبط، لأن هي طبعا لما بتموت بيبقى فيه امتداد في الجلد. وزي ما حضراتكم شايفين هنا الرأس هنا كاملة وحقيقية 100%. طبعا الشغل اللي قدام حضراتكم ده يا جماعه، انا البرجيل ده لما مات عندي كان بصحه كويسه جدا، ولكن مات فجاه. ده طبعا عمره واجله. فليا صديق بيعمل شغل دباغه للجلود، فقال لي طبعا ما ترموهوش وهاته، انا هعمل لك شغل كويس جدا عليه. وزي ما حضراتكم شايفين هنا يعني تقريبا الجلد كانه لسه مسلوخ حالا. زي ما حضراتكم شايفين هنا يا جماعه الجلد كانه لسه مسلوخ حالا. ده هنا الصل الاسود، او زي ما بنسميه في مصر البرجيل. وزي ما حضراتكم شايفين هنا دي شكل الرأس. طبعا العين ديت تم استبدالها بأحجار زي ما حضراتكم شايفين، يعني أحجار مقاربة بشكل كبير جدا للعين الحقيقية. ولكن الجلد هنا طري جدا ومرن جدا. ولكن الحقيقة مش ده اللي أنا جاي أتكلم عنه النهاردة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا هو كله قطعة واحدة. هنا طبعا تم إضافة جزء هنا جلد، لأن الجزء الأخير ده كان فيه كذا حتة هنا مقطوعة، فعشان يمسك الجلد اضطر إنه يحط له الجزء الأخير، لكن الباقي كله زي ما حضراتكم شايفين. ولكن النهارده انا مش جاي اتكلم عن الجلد وجاي اتكلم عن الدباغه، انا جاي اتكلم عن حاجه تانية خالص. لحظة واحدة هنحط الكاميرا على الحامل عشان نوريكم الشيء اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة. نيجي بقى للمعلومة المهمة اللي احنا عايزين نقولها في الفيديو ده. هنا زي ما حضراتكم شايفين ده هنا الصل الأسود، ودي هنا رأس الصل الأسود. ولكن احنا كلامنا النهاردة هيكون عن الأنواع السامة بشكل عام، مش عن الصل الأسود تحديدا. في سؤال دايما بيتسأل وهو احنا عارفين ان الثعابين السامة بتمتلك نابين من الأمام، والأنياب ديت بتكون متصلة بغدد السم، ومن خلالها بتقدر ان هي لما تلدغ شخص تحقن من خلالها السم، فبالتالي الشخص بيتسمم. طيب لو احنا شلنا الانياب ديت اللي هي متصلة بغدد السم، اللي هي الوسيلة الوحيدة اللي بتقدر من خلالها تنقل السم للجسد، احنا لو شلنا الانياب دي، هل كده الثعبان اصبح يشكل خطر زي ما هو، ولا اصبح لا يشكل خطر؟ يعني بعد خلع الانياب هل الثعبان كده لازال في خطورة منه اذا كان نوع سام، ولا الخطورة كده يعني الخطورة انتهت مع خلع الأنياب؟ طبعا ده سؤال في ناس كتيرة جدا ما تعرفش البعد التاني للسؤال ده، وهو ان بالفعل عندنا سموم الأفاعي تتفاعل مع الدم والعين فقط. يعني لو السم بتاع الأفعى دخل في عين شخص وما تمش غسله بالماء فورا هيسبب العمى الدائم، لأن بروتينات السم بتكون حامية على شبكية العين، وبتسبب طبعا تلف في شبكية العين وبتسبب العمى الدائم. الجزء الثاني ان سموم الافاعي بتبدا تفاعلها مع اختلاطها بالدم، فالانياب بتكون عباره عن انبوب متصل بالغدد بيوصل السم من الداخل، لان هو بيكون مجوف من الداخل، بيوصل السم لجسم الضحيه، وبعد كده يبدا مفعول السم يشتغل. فاحنا لو شلنا الانياب اصبح الوسيله اللي بتنقل السم اصبحت غير موجوده، فبالتالي في ناس كتير بيظنوا ان اصبح الثعبان لا يشكل خطر، ولكن الحقيقه غير كده تماما. جميع انواع الثعابين زي ما حضراتكم هتشوفوا كده دلوقتي، جميع انواع الثعابين بتمتلك مجموعة من الاسنان زي ما حضراتكم شايفين هنا، صفين من الاسنان الحادة جدا. يعني انا بحاول ان انا اوضحها. بصوا يا جماعة ده هنا كده اسنان، طبعا الانياب هنا متشالة مع عملية الدباغة، ولكن الاسنان موجودة زي ما هي. جميع انواع الثعابين سواء سامة او غير سامة بتمتلك مجموعة من الاسنان زي ما حضراتكم شايفين. في منهم بيمتلك صفين من الاسنان، وفي منهم بيمتلك 4 صفوف من الاسنان، وبتكون اسنان حادة جدا. الانياب بتكون مجوفة من الداخل، ولكن الاسنان بتكون غير مجوفة ولكن حادة جدا زي ما حضراتكم شايفين. فبالتالي لو نفترض ان احنا خلعنا الانياب واي ثعبان سام عض شخص،
الأسنان دي كافية جدا ان هي تسبب جروح للشخص ده. والغدد حتى مع عدم وجود الانياب بتقدر ان هي تنزل السم، لان القناة اصلا اللي متصلة بالناب بتكون مفتوحة زي ما هي ومتصلة بالغدة، فحتى لو شلنا الناب القناة مفتوحة زي ما هي، فبتقدر مع العضة ان هي تنزل السم من الغدة، فبالتالي هيختلط بالجرح اللي هتسببه الاسنان دي والشخص هيتسمم زي اللدغ تماما. فما فيش حاجة اسمها ثعبان يتم خلع أنيابه فأصبح لا يشكل خطر، دي معلومة خاطئة. الثعابين السامة تشكل خطر طول ما هي عايشة على وفيها نفس وتقدر ان هي تعض، طول ما هي تقدر ان هي تسبب خطر. طبعا معلومة الاسنان دي في ناس كتير جدا ممكن يكونوا عارفينها، وفي ناس تاني كتير ممكن يكونوا مش عارفينها، ان الثعابين السامة بتمتلك اسنان بالاضافة الى الانياب. فبالتالي الموضوع ده مفيش فيه تهاون، مفيش تهاون مع الانواع السامة، مفيش حاجة اسمها حد يجيب كوبرا او يجيب طريشة او اي نوع سام ويخلع انيابه ويقول كده خلاص التعبان ما عادش يشكل خطر. بالاضافه ان الانواع السامه لو تم خلع انيابها بتقدر ان هي ترجع تعيد صناعه الانياب دي مره اخرى في خلال ايام بتبدا صناعتها، وممكن يكتمل الناب في خلال مثلا من اسبوعين الى 10 ايام، بيكون من اسبوعين عفوا الى 20 يوم بتكون الانياب اكتملت تماما. فبالتالي مفيش اي داعي ان احنا نجازف في حياتنا، مفيش اي داعي ان احنا نتهاون مع الانواع السامة. ففي الختام اتمنى ان المعلومة تكون وصلت، واتمنى ان اكون افدت حضراتكم، واتمنى دعواتكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.